شاورما لحمه، حواوشي اللحمه، حواوشي شاورما لحمه. النهارده احنا في محل النص دسته، واحد من محلات الشاورما اللي قدر ينتشر الفتره الاخيره ويفتح اكتر من 3 فروع في اقل من سنه تقريبا. عنده فرع في الدقي وفرع في الرحاب وفرع في روكسي. النهارده احنا في شيلاوت روكسي. المنيو عنده بسيط جدا، يعني فيه 6 حاجات تقريبا. انا لقيته عامل بوكس يعني مجمع فيه كل الحاجات اللي بيقدمها. اسمه بوكس الفرحه ب 220 جنيه. حواوشي لحمه، حواوشي فراخ، شاورما فراخ، شاورما لحمه، حواوشي شاورما لحمه، وحواوشي شاورما فراخ، ومزود لك عليه بطاطس ومخلل وطحينه. انا طلبت البوكس ده عشان نجرب كل حاجه عندهم. شاورما لحمه، شاورما مصري عليها طحينه من بره، شاورما متقطعه كبيره وحجم الشاورما اللي في الساندوتش كبيره. بسم الله. فكره نص دسته عن الشاورما، لحمه كتير عيش قليل. حجم اللحمه بصراحه في الساندوتش كتير جدا، كمان هي عشان متقطعه كبير فبتحس بطعم اللحمه نفسها. واجمد حاجه فيه ان هو مش مزود خل كتير، دي حاجه انا بكرهها في شاورما اللحمه المصري. ثاني حاجه شاورما فراخ، برده الشاورما هنا متقطعه كبير، محطوط توميه من فوق ورشه بقدونس. ليمونها زيت سنه بسيطه، وعشان برده متقطعه كبير تحس التتبيله واصله لكل حته في الفراخ. حواوشي اللحمه ما يغركش شكل الرغيف قوي، هو الرغيف صغير عليه سمسم كده من فوق، تحمسته كتله لحمه جوه العيش، دهون زايده حاجه بسيطه. حجم اللحمه تحسه اقرب لحجم البرجر كده، بالرغم انك تحس ان نسبه الدهون عاليه فيها، بس انت بتحس بطعم اللحمه. تتبيله اللحمه حلوه وفيها سنه سبايسي كده، حصلت كمان هي حلوه بصراحه. اللحمه واخده تقريبا 3/4 الساندوتش. باكت البطاطس اللي بيجي معاها، البطاطس هنا مش الفارم فرايز الرفيعه، لا البطاطس لحم كده، تعرف تحس بطعمها شويه. حواوشي فراخ بيجي في عيش زي العيش الشامي كده، تمام، برده متحمص من تحت. ان هو ميكس فراخ قطع على ميكس فراخ مفرومه، يعني ميكس ما بين الاثنين. الفراخ اللي جوه طعمها عامل زي طعم الفراخ المشويه، ده لان هي الحواوشي اصلا ده كله بيدخل في فرن كده، بتحس الفراخ فيها طعم الشوي. تعال نخش على الاختراعات بقى اللي هم عاملينها بالشاورما. حواوشي شاورما لحمه. يعني ايه بقى حواوشي شاورما لحمه؟ هو بيجيب حواوشي اللحمه نفس برده طبقه الحواوشي اللي محطوطه، وبيحط عليها شاورما وبيدخلها الفرن. الحواوشي لوحده طعم والشاورما لوحدها طعم، الاثنين بقى لما بتحطهم على بعض بيديك طعم ثالث تماما. حواوشي شاورما فراخ، اسم الساندوتش نصين كده، النص اللي فوق حواوشي فراخ والنص اللي تحت حاطط لك شاورما فراخ. هنا برضو طعم الميكس مختلف شويه، بس الطعم اللي طاغي هنا هو طعم شاورما الفراخ، لان تتبيله شاورما الفراخ طعمها اوضح من تتبيله الشوي بتاعه حواوشي فراخ. كل محلات الشاورما بيبقى عندها عصير مانجا، هنا برضو هو مصمم يبقى مميز، عنده حاجه اسمها رايب مانجا ورايب نعناع ورايب سكر. تحس شبه الزبادو مانجا، بس طعم المانجا واضح ان هو الطبيعي، يعني هم اللي بيعملوه عندهم هنا. عصير مانجا على رايب، دي اسمها الكبسوله، اختراع برضو عندهم كده، عيش شامي محطوط فيه تمر ولوز. سرعه طاقه كده بعد الحواوشي ده لو اتبقى فيك بطن اساسا. كان اسمها ايه اللي بيتعمل عجوه في السمنه، اللي هي بتجيب العجوه تشوحها في سمنه كده، كان اسمها ايه؟ نفس فكره العجوه اللي بتتشوح في سمنه كده، بس حاطين عليها لوز. اختصار نص دسته فكرته ايه عن الشاورما؟ حشو كتير، عيش قليل، ولازم تبقى متميز، لازم تعمل حاجات مفيش حد تاني غيرك بيعملها، زي الكبسوله وزي حواوشي الشاورما.